أهلا وسهلا فيكم متابعيني على قناتي بوصفة جديدة. وصفتنا اليوم هي وصفة خلية النحل بعدة حشوات بعجينة خفيفة وهشة مثل الغيم. ممكن نستعمل العجينة لعدة استعمالات. أنا هون استعملت 4 كوب من الطحين، حطيت عليهم 3 ملاعق كبيرة من السكر، ضفت عليهم 3 ملاعق كبيرة من اللبن، رشة ملح. من بعدها حضيف عليهم تقريبا الكوب من الزيت النباتي. ممكن نستعمل 3 ملاعق حليب بودرة، لكن أنا هون حبيت استعمل اللبن. جربوها، العجينة باللبن نتيجته بتجنن. هون عندي الخميرة الفورية، حطيت ملعقتين كبار. هون سخنت مي، عندي مي فاترة ما كتير سخنة ولا باردة. بضيف بالتدريج وبخلط أول شي بالمعلقة كل ما بتلزق على ايدينا. بنرجع نضيف المي بشكل تدريجي، تقريبا بتاخد معنا 2 كوب من المياه الفاترة. من بعدها بستعمل الايدين لحتى اخلط العجينة كونها. لازم اعجنها كتير منيح لحتى ما تلزق على ايدينا. ممكن نرش طحين او نحط نقطة زيت على ايدينا، ولازم نعجنها كتير منيح لحتى نحصل على القوام اللي رح يكون واضح عنا بالفيديو. متابعين، إن كنتم جداد على قناتي لا تنسوا ضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة. عجينة خلية النحل هي رح تكون مائلة إلى الطراوة أكتر كرمال تنفش وتنفخ معنا. بعد ما كورنا العجينة بحط على إيدي شوية زيت أو نقطة مي، وبمسح وجه العجينة فيه وبغطيها وبتركها بمحل دافي تقريبا ساعة لحتى تختمر معنا، أو حسب نوع العجينة عند الخميرة عندك. من بعد ما اختمرت العجينة أنا هون رح أقطعها قطع كتير صغيرة، قد ما فينا رح نصغر الكرات العجين اللي عنا، لأنه من بعدها رح تنفش. وتاني شي بس يكون صغير منظرها بالصينية بيكون أحلى. ممكن نحشيها بعدة حشوات وهذا شيء اختياري. ممكن نحشيها بزعتر، بجبنة، عدة أنواع من الجبنة ممكن نعملها، بشوكولا، ممكن نعمل فليفل أو بصل، أي نوع بتحبوه. ممكن نتركها سادة. طريقة التشكيل هي رح أحط طحين عندي على الطاولة اللي عم ندق عليها. حأفرد العجينة بشكل دائري وبحأحشيها بالطريقة اللي شايفين عنكم بالفيديو. إذا حسيتوا في زيادات من تحت أو العجينة كثير مقابل الحشوة ممكن نشيلها ونحن عم نسكر العجينة أو الكرة. هنحشي وحنصب بالصينية. صينية أكيد هندهنها دهنة بسيطة بالزيت، وحنحط الكرات بعيد شوي عن بعض هاي كرمال هي رح ترتاح ورح تنفش. من بعد الكرة عن التاني تقريبا نصف سنتي. إذا عم نعمل صينية صغيرة مجرد ما نخلص الصينية رح نغطيها ونتركها بمحل دافي. وإن كنا عم نعمل صينية كبيرة فنصيحة نحن عم نشتغل خلينا مغطيين الصينية اللي عم نشتغل فيها كرمال ترتاح العجينة ويكون الجو دافي عليها. أنا هون مجرد ما خلصت أول صينية سكرتها ورجعت غطيتها بمدة عندي هيك بترتاح تقريبا نصف ساعة. أقل شي لازم ترتاح قبل ما أفوتها على الفرن ترتاح. أنا هون حبيت أعمل حشو مميزة، فرمت بقدونس كتير ناعم، حطيت الجبنة الكريمية ورشة ملح لأنه هي مش مالحة، حطيت عليها حبة البركة ورح تطلع كتير طيبة. سر لمعان واحمرار الوجه أي نوع من العجين هو أكيد البيض. حاخد بيض، حط نقطة زيت وحليب شوي، هذا شيء اختياري. حأدهن وجه العجينة بالبيض وحزينهن بالسمسم وحبة البركة أو الحبة السوداء.
بهيدي طريقة التزيين ممكن نعلمهم، يعني بالجبنة راح احط لهم حبة البراكيل، مثلا بالزعتر راح نحط لهم سمسم. هيدي الطريقة اللي عم ياكل بيعرف شو الحشوة الموجودة بقلب العجينة. مثل ما قلنا أقل شي لازم نترك العجينة ترتاح نصف ساعة من بعد ما نشكلها، أو ممكن ترتاح أكتر. بعدين حنحمل الفرن من فوق ومن تحت لمدة ربع ساعة. هفوت العجينة نخبزها أول شي من تحت ونطفي من فوق. مجرد ما تستوى من تحت وتاخد لون الأحمر حنشغل الفرن من فوق كرمال تتحمر معنا من فوق وبنقدمها. وألف صحة وهنا، بتمنى الوصفة تكون نالت إعجابكم. لا تنسوا من ضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة. أشوفكم فيديو جديد وإلى اللقاء.